السلام عليكم ورحمة الله، وازاي الحال؟ يا رب جميعا بخير ان شاء الله. يعني دي مش تحليل زي ما هو تحليل، يعني بين قوسين تحليل، لا مش تحليل، دي آراء كروية بالنسبة لي انا، وممكن اكون صح او غلط، بس انا عن نفسي بتابع الكورة كتير الصراحة. فبقول رأيي مش اكتر، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، تناقشني فيه اناقشك فيه كده، بس هو مش تحليل يعني بمعنى كلمة تحليل او استوديوهات تحليليه او كده، لا، لان في حاجات الصراحه يا جماعه بتحصل كتير بتغيظني، وانا الصراحه ما بقتش قادر ان انا اسكت، فلازم اتحدث عنها واتكلم عنها. حاجات كتير الصراحه يعني ما فيهاش اي منطق وفيها هبل كتير، فلازم الواحد يتكلم عنها. انا هموت. انا هموت. فانا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، هنزل مثلا كل اسبوع مقطع او اتنين عن المباريات. ففي دوري انجليزي، انا الصراحه بامانه مش بتابع الدوري الايطالي الا قليل جدا. الدوري الاسباني بس مباريات ريال مدريد فين وفين لما اشوفها، يعني حتى قرفان من فريقي المفضل من الريال. برشلونه بس بشوف الاهداف بتاعتهم، اهداف ميسي الخرافيه الاعجازيه. غير كده انا بتابع الدوري، يعني اكتر حاجه بتابعها الدوري الانجليزي، وطبعا ابطال اوروبا. نبدا بيوم الاحد، طبعا يوم الاحد كان فيه ماتشات يعني كتير، والحمد لله كلها ماتشات معفنه من الاخر، ماتشات سيئه ما فيهاش اهداف. بدانا بقمه ليفربول ومانشستر، يعني ما فيها 0-0. شوف الوحاشه في الكوره. فطبعا يعني كلنا كمصريين معظمنا او 90% بنشجع ليفربول عشان صلاح ياخد الدوري. فليفربول دخل ب 4-3-3 العاديه بتاعته، لعب بالخطه المعتاده. عندك خط الظهر رجع ماتب طبعا كارثه كارثه، يعني حاجه ما اقولكش، لقطه لاي مهاجم، لقطه زي الفل بالنسبه له. جنب وزير الدفاع فان دايك، اليمين لعب ميلنر مش ارنولد، مع ان ارنولد يعني كان موجود بره بيسخن، ما اعرفش ليه ما لعبش، ممكن ما يكونش جاهز او كده. روبرتسون، وفي النص فابينهو فينالدوم والاسطوره خليفه جيرارد هندرسون. وقدام طبعا الثلاثي الهجوم معروف. الناحيه الثانيه عند مانشستر الصراحه الاصابات دمرتهم، في التدريب اتصاب ماتيتش، فطلع نزل مكانه واحد اسكتلندي شاب اسمه ماكتوميني، يعني لعيب اسكتلندي تقريبا، لعب مكان ماتيتش، وجنبه هيريرا وبوجبا. وماتا، وفي الهجوم راشفورد ولوكاكو. الصراحه لوكاكو انا ما كنتش يعني، حتى انا ما شفتش التشكيل وانا بتفرج، وما كنتش اعرف ان لوكاكو بيلعب لحد الدقيقه، مش عارف الشوط الثاني عرفت ان لوكاكو بيلعب. من الحلاوه والجمال اللي كان فيها لوكاكو وتألقه في الجيم مش باين اصلا. فبس الجيم بدأ عادي، ليفربول بيهاجم، بس مشكله ليفربول واضحه، يعني هجومه مكشوف ما فيش اي حاجه خفيه بيعملها ليفربول. يعني بيهاجم عن طريق الاجنحه صلاح وماني ورفعات. انا مش عارف، انا بسأل سؤال بسيط، هل دلوقتي لما صلاح يروح يرفع على الجنب، او ميلنر حتى، او الاظهره لما تطلع يعملوا رفعات، بيعملوا رفعات لمين؟ انا عايز حد يجاوبني. مفيش حد يعني. انت بترفع لفيرمينيو، فيرمينيو ماشي لعيب مهاجم كويس وكل حاجه، بس مش راجل، يعني مش راجل بتاع هدات، او ان هو بيطلع ياخد هدات، او ان هو بيجيب اهداف كتير بالراس. لا مش هو ده، مش ده، مش هينفع معاك. فاللعب كان كل ليفربول يطلع عن طريق صلاح او ماني، لما الكره بتوصل لهم يعدل ويرفع، ونفس الكلام على ميلنر او روبرتسون، يعدل ويرفع، وكلها رفعات مكشوفه، الدفاع بيطلعها بسهوله. وطبعا انا مع احترامي وحبي وتقدير دفاع مانشستر العظيم، دفاع اي كلام، يعني ليندلوف وسمولينج، قلوب دفاع، يعني واحد زي مبابي بيلعب ضدهم بيبقى شايفهم لقطه قدامه. فمانشستر دفاعهم مش حاجه جامده ولا واو، لا دفاع عادي جدا، بس مش لدرجه ان انت تلعب لهم لعب مكشوف للدرجه دي. وكمان ضيف على كده ان بوجبا بيرجع ناحيه الشمال، ناحيه لوك شو يغطي معاه، يعني كان بوجبا ولوك شو بيميلوا ناحيه صلاح. فصلاح يعني بقى خلاص حاجه او كتاب مفتوح للناس، كل الناس عارفه هجوم ليفربول، مسك واحد او اتنين مع ماني، واحد او اتنين برضو من نص الملعب ينزلوا يسقطوا، خلاص انت قفلت ناحيه صلاح، قفلت ناحيه ماني، خلاص ورينا ليفربول هيعملوا ايه. الصراحه ليفربول بامانه انا شايف ان هو بيدفعوا غلطه عدم التعاقد مع واحد بديل لكوتينيو. كوتينيو كان بيقدم لك حلول كتير في المباريات، كان بيشوط من بعيد، كان بيخش يفتح ثغرات، يعمل مهاره كده ولا كده، كان بيعمل لك الفارق. لكن دلوقتي ليفربول هجومه كله مكشوف ومعتمد على فرديات صلاح او ماني او فيرمينيو. لكن هو كطريقه لعب خلاص مكشوف، واي فريق يقدر يقرف ليفربول، زي ليستر سيتي تعادلوا معاهم. حتى نتائج الليفر مع الفرق الكبيره السنه دي اي كلام، نتائج كلها سيئه. ما كسبش غير مانشستر يونايتد بس في الذهاب 3 بهدفين من شاكيري، ديفليكشن، الكره تخبط وتخش، وكانت عن طريق شوط، يعني عن طريق شوط اللي كان كوتينيو معود الناس عليها ومعودنا عليها. ضد تشيلسي تعادل، وتعادلوا في اخر دقيقه، ضد مان سيتي تعادل وهزيمه. فليفربول السنه دي ضد الفرق الكبيره او المباريات الصعبه الصراحه حاجه اخر تخاذل،
وطريقه لعبهم او هجومهم معروفه ومفقوسه خالص. فده الضريبه اللي بيدفعها كلوب، ان هو ما عرفش يجيب بديل لكوتينيو اللي هو كان اقرب واحد، كان نبيل فقير بتاع اليوم. فانت يا كلوب الصراحه انا شايف الدوري بيضيع بكل بساطه وبسهوله كده. يعني عمال جوارديولا عمال يسحب السجاده من تحت كلوب بكل بساطه، هياخدها. يعني السيتي معاه سكواد دكه واساسي وطريقه لعب وعايز يكسب كل جيم. حتى في ماتش دوري الابطال نزل بره ملعبه وعايز يكسب وكسب في الاخر ومطلوب منه واحد، كسب 3-2. فالصراحه انا شايف ان الدوري كده ان شاء الله بيضيع يا جماعه. We are in deep shit. فنرجع لمانشستر يونايتد. الصراحه الناس معذوره، ماتتش اتصاب، عندك في الجيم الدقيقه التاسعه او العاشره هيريرا اتصاب، بعده ماتا اتصاب، بعده ان نزل مكان ماتا اللي هو لينجارد اتصاب، راشفورد كان بيكمل الجيم وهو متحمل على نفسه كان مصاب، فلوكاكو يعتبر مش موجود، يعني يعتبر الغي لوكاكو ده من الملعب، كان بيلعبوه جناح يمين في نص الماتش. فالصراحه مانشستر معذورين ان هم يطلعوا بنقطه في ماتش كله اصابات ليهم، دي حاجه يعني تعتبر كويسه ليهم ولسولشاير المدرب. والصراحه بوجبا عمل ماتش دفاعي كبير، كان بيرجع ناحيه شو يمسك يعني يساعده على صلاح، وكان احيانا بيزيد برضه، يعني الهجمات كلها كانت عن طريقه وعن طريق راشفورد وسرعاته. فمانشستر معذورين، عملوا يعني طلعوا بنقطه كويسه، انا شايفها كويسه ليهم بشكل كبير. والصراحه انا شايف ان سولشاير اللي بيعمله مع مانشستر حاجه كبيره، حاجه عظيمه كمان بالنسبه للسكواد اللي معاه والفريق اللي فيه عناصر الصراحه تعبانه جدا، ما تلعبش ما ينفعش او لا يليق انها تلعب في مانشستر او بفريق بحجم مانشستر. فالراجل يعني جالهم وهم خلاص كانوا يعني تقريبا في المراكز بعيد عن مراكز التاهل لدوري الابطال، دلوقتي بينافسوا على مركز مؤهل لدوري الابطال وما بيخسروش الا فين وفين لما بيخسروا. يعني لما خسروا ضد باريس الصراحه فرق يا جماعه، فرق الجوده بين الفريق اللاعبين اللي مع مانشستر ولاعبين باريس. فانا شايف الخساره من باريس كانت طبيعيه جدا ومنطقيه جدا، لان الفريق هو ده امكانياته، ده الفريق اللعيبه اللي معاه. يعني يا جماعه ليندلوف بيلعب مكان فيديتش، وسمولينج بيلعب مكان فيرديناند، يانج ده والله العظيم ما يلعب في الاهلي يا جماعه. لو جه الاهلي اشلي يانج، انا عن نفسي انزل احتج في الشارع على وجود واحد زي يانج في الاهلي او في الزمالك او في اي فريق في الدوري المصري، عشان ما حدش يجي يقول لي في التعليقات انت عملت تتريق على الاهلي وانا اهلاوي اصلا. فما حدش مش عايزين مشاكل. وبرده لوكاكو ده انا الصراحه مش عارف لوكاكو ده ازاي لاعب كره قدم بامانه. انا بقول لوكاكو الصراحه يروح يعني ممكن يحترف المصارعه الحره بقى، يروح يلعب بوكسنج، ما اعرفش ازاي ده جسم واحد بيلعب كره قدم ومفروض ان هو يكون خفيف او ان هو يكون فيه مرونه شويه. لا لوكاكو يا جماعه بقى مبلق يعني شكله مش شكل لاعب كره قدم ابدا، وبقى تقيل ومش زي زمان. يعني ايام ايفرتون لما كان بيجيب اهداف وكان هداف الدوري او حاجه زي كده، كان جسمه كان ماشي، كان صحيح كان ضخم لكن ما كانش بالتقل ده وما كانش بالعرض ده. دلوقتي تحسه كله عضلات، ما بقاش لاعب كره قدم. فالصراحه انا شايف ان دي ثلاجه مع مانشستر، يحاولوا يبيعوها بقى، يتصرفوا فيها، يعملوا ليها اعاره، وما اعرفش مين اللي هيشتري منهم واحد زي لوكاكو الصراحه. فكان الله في العون جماهير مانشستر وجماهير ليفربول، يعني الاثنين الصراحه يعني كان الله في العون. وبرده موضوع سانشيز، انا الصراحه ما اعرفش، سانشيز ده حاله غريبه جدا في كره القدم. لعيب مسك كوره، تحسه لاعب كان يعني من موسمين او من 3 مواسم حاجه، وبعد كده نسي الكوره بقى، انا فين انا مين انا ما اعرفش ايه اللي جابني هنا. هو ده سانشيز مع مانشستر. فصفقه الصراحه سيئه، وصفقه من افشل صفقات مانشستر في تاريخه هيبقى سانشيز. نيجي بس حاجه بسيطه عن ليفربول، فواضح ان الاخ كلوب او المدير الفني العظيم كلوب كان حرصه ان هو يطلع بنقطه اكتر من حرصه ان هو يطلع ب3 نقاط او ان هو يلعب على الفوز. فانا ما اعرفش ازاي هو بيدور على الدوري او عايز يكسب الدوري، هو بيفكر بالموضوع ده. يعني انت خرجت صلاح مش على خروج صلاح يا عم، خرج اي واحد ماشي، لو صلاح خرج او ما خرجش خرج حد من نص الملعب، انت دلوقتي بتدور على مكسب، خرج اسحب واحد من نص الملعب ونزل مهاجم كمان، زود عدد اللاعبين في الهجوم، دور على المكسب. يعني ما تلعبش انت خلاص خايف على النقطه عايز التعادل، خلاص انت فرق النقاط بينك وبين مانشستر نقطه تقريبا، فحاجه ضاعت خلاص. فبس ده بالنسبه لماتش مانشستر وليفربول. التاني بقى ماتش السيتي النهائي بتاع الكاس، نهائي تشيلسي ومانشستر سيتي. طبعا بعد العلقه اللي خدها ساري في ماتش الدوري السته اللي خدها كلهم سخنين في نص ساعه، يعني نزل لعب بمنطقيه اكتر الصراحه، ويعني اللعيبه كانت واقفه زي ما بيقولوا وقفه رجاله وماسكين الدنيا وبنهدي وبيلعبوا لعب فيه منطقيه اكتر وان هم قريبين من بعض. هازارد لعب كمهاجم، يعني كل اللعب كان مرتدات لهازارد، يلعب على سرعه هازارد، يديله بينيه من الاطراف، فاللعب كله كان على هازارد بسرعاته ان هو يقدر يعدي، ويعني مرتدات. اللعب كله كان لعب كره ايطاليه عاديه جدا من ساري،
ولا بقى تقول لي ساري بول ولا مش ساري بول، لعب ايطالي مرتدات طبيعي جدا. بس ما زالت برضو المشكله هي قائمه بتاعه ان كانتي ما بيلعبش في مكان مركزه الاساسي ان هو قاطع كرات، لا اللي بيلعب جورجينيو في النص وحواليه باركلي وكانتي يحموه. فصراحه حاجه مؤذيه لعيني، واعتقد لناس كتير ان هي تشوف كانتي بيطلع في الهجوم وبيعمل حاجات هو مش كويس فيها ومش هي بتاعته ابدا. يعني انت لما تشوف كانتي بيقطع كرات او بيخش يعمل تاكلينج او بيطلع الكرة من قلب الدفاع او من في نص الملعب بيخش يطير الكوره، دي الحاجات اللي كانتي كويس فيها وان هو في فرنسا جاب كاس عالم بيها. فما اعرفش لحد امتى هيفضل ساري يعني بيلاعب كانتي في المركز ده، وكل ده عشان عيون مين؟ عشان عيون جورجينيو اللي هو بيقول لك في اللقاء في المؤتمر الصحفي انا عايز واحد ارتكاز، الكرة ما تقفش عنده، تعدي عنده سريع ويباصي سريع ويعمل ويطلع الكرة سريعة. وهو قال كده، قال ان كانتي لا يجيد هذا الدور، فعشان كده بلاعب جورجينيو. يا سلام عليك يا حبيب والديك. فالناحية التانية عندنا جوارديولا لعب بنفس التشكيل الأساسي بتاعه المعروف، بس خلى الباك الشمال جاب زينشينكو، واحد من الشباب أعتقد أنا أول مرة أشوفه أو تاني مرة شفته قبل كده في الكاس أو في ماتش مش عارف إيه هو. فجوارديولا قال إن هو كان حس بندم إن هو كسب تشيلسي 6-0، لأن هو عارف إن هو هيلاعبهم تاني في نهائي الكاس، فالماتش هيبقى أصعب وأصعب، وده اللي حصل فعلا. تشيلسي كان كويس الصراحة، وأنا شايف إن هم كانوا أقرب للفوز من السيتي. السيتي صحيح هدد وعمل هجمات كالعاده، يعني فريق رهيب الصراحه يا جماعه. انا شايف جوارديولا يعني عمل بصمه، وانا الصراحه كنت من اشد الناس اللي كانت بتقول جوارديولا اللي عمله ميسي واللي صنع جوارديولا ميسي وتشافي وانيستا وكده. لكن مع الشغل بتاعه مع السيتي وبصمته مع السيتي خلتني الصراحه اخضع واغير وجهه نظري عنه تماما. يعني لان انت تقدر تشوف لعيبه جوارديولا من غير ما تعرف ان هو المدرب. يعني حتى لو جوارديولا بيدرب اي فريق غير معروف، تقدر تشوف اللاعبين وطريقه لعبهم تقول ده مدربهم جوارديولا، من طريقه لعبهم وبصمته معاهم تقدر تعرف المدير الفني. فالجيم مشي طبيعي جدا، والسيتي حاول. لابورت اتصاب في الشوط الثاني ونزل نزل مكانه كومباني، وبرده فرناندينيو اتصاب نزل مكانه جوندوجان في الشوط الثاني او في الاضافي. فبس يعني الماتش مشي عادي، وانا شايف ان لو تشيلسي عندهم ناس في الهجوم احسن شويه من بيدرو ومن ويليان، كان عرف بهجمه ولا اتنين من بتوع هازارد اللي هي المرتدات كان عرف يخلص بيهم الجيم. يعني كان كل شغل تشيلسي على المرتدات، ويلا يا هازارد شدنا معاك في الهجوم واعمل لنا اي حاجه. وهازارد الصراحه ما قصرش، يمكن اكتر لاعب في الماتش عمل مراوغات، كل الناس اترقصت منه، كل واحد عدى منه في الملعب، مفيش واحد ما عداش منه، حتى المهاجمين عدى من اجويرو، ما حدش كان عارف يوقف هازارد. يعني الراجل الصراحه انا شايف ان هو مظلوم في تشيلسي، ولو هو عايز يعمل تاريخ لنفسه اكبر ويترشح يعني كرة ذهبية وكده لازم الصراحة يشوف فريق تاني. فما حدش يزعل مني من مشجعين تشيلسي، انا شايف يعني حرام والله، هازارد مظلوم ظلم باين يعني مع تشيلسي. وطبعا اكتر حاجة حصلت يعني مثيرة للجدل في الماتش الحركة بتاعت كيبا وساري. ساري حب ان هو يغيره وينزل كابيرو ان هو متخصص ضربات جزاء، وكابيرو كمان من سنتين كسب السيتي، كان بيلعب مع السيتي ولعب ضربات جزاء في البطولة دي وفوزهم بالجيم. فكابايرو كان هينزل بديل للكيبا وهيلعب ضربات الجزاء. فكيبا ما رفض الخروج وقال له مش خارج يا ابني اخرج، لا مش خارج اعمل اللي عندك. فافلام هنديه الصراحه اول مره اشوفها تحصل قدامي حاجه زي كده، ان في عالم الاحتراف ودوري انجليزي او كاس حاجه يعني حاجه اوروبيه ويحصل فيها كده. فسبحان الله يعني. وانا اول ما شفت الحركه دي حصلت من كيبا بنسبة 90% قلت خلاص الماتش ده هيخسروه وكيبا هيشيل الليلة وهيطلع غلطان 100%. وبالفعل كيبا كان سعيد الحظ، ما صدش غير ضربة جزاء واحدة بس وخسروا الجيم وهو اللي هيشيل الليلة. وانا لو مدرب مكان ساري اكيد ان انا مش هلعبه تاني، يعني هقول لهم بقى بيعوه، لا اما واحد مننا يقعد في النادي، لا اما انا لا اما الحارس. فبس لعبوا ضربات جزاء وخسروا يعني. فانا شايف ان هم كانوا حق بالفوز الصراحة اكتر من السيتي شوية، بس ضربات الجزاء يعني ضربات حظ. فبس انا عن نفسي ختمت اليوم بالمباريات دي، ما اتفرجتش حتى كان في بعدها ريال مدريد ما اتفرجتش عليه. كان في الانتر وفيرونتينا تعادلوا 3-3 وحصل جدل تحكيمي. الصراحه مش بتابع الدوري الايطالي. فبس ده كان رايي عن ماتشين، عن اكبر ماتشين في اليوم، ماتش الليفر ومانشستر يونايتد، والتاني النهائي بتاع السيتي وتشيلسي. واخر حاجه هتكلم عنها انا مخليها في الاخر هي الحاجه المحليه، يعني الاهلي طبعا الدوري المصري. الماتش بتاع الاهلي كان شغال في نفس التوقيت بتاع ماتش السيتي وتشيلسي، اسف كان في نفس توقيت ماتش الليفر بتاع صلاح. فانا يعني كنت بتابع هنا وهنا، يعني الشاشه كانت شغاله شاشتين، شاشه شغاله في الاهلي وشاشه شغاله في الليفر. فانا الصراحه انا بتساءل وبتعجب يعني وبأبدي اعجابي او مش عارف حد يفسر لي الاهلي امتى هيلعب ماتش كويس كله على بعضه، مش نص ساعه حلوه وبعد كده بقيه الماتش سيء،
او العكس يحصل. فاللي حصل في الماتش ده ان الاهلي سيء لحد ما جه في جول، لحد الشوط الثاني تقريبا اخر نص ساعه في الشوط الثاني الاهلي بدا يلعب، اتعادل، جاب جول الثاني، عمل ريمونتادا بسيطه. فانا مش عارف، لا وبرده حد يجاوبني لحد امتى الاهلي هيعاني في قلب الدفاع وفي نص الملعب؟ يعني نص الملعب ممكن تتحل، يعني شايف لها ممكن تتحل باكتر من لاعب، لكن قلب الدفاع الاهلي بقاله كام سنه يا جماعه، 5 أو 6 سنوات الاهلي في سعد سمير بيتعلم فينا، بيتعلم في الاهلي من ايام ما كان هو قاعد دكه لوائل جمعه وبيتفرج عليه وهو بيلعب. طبعا وائل جمعه كان اساسي وهو بيتفرج بره، ما اتعلمش حاجه سعد سمير، يعني بيعمل حاجات الصراحه بدائيه. الجون الاول كان لو كان ساب محمد هاني يطلع الكوره كانت طلعت من على الخط، لكن هو دخل زي الغشيم، دخلها في نفسه، طرد، يعني عنده انذار، دخل في نص الملعب، كرة في نص الملعب ملهاش اي داعي انك تخش تعمل فاول، سيبها يا عم وارجع منطقتك في الدفاع. عمل الفاول، اتطرد. فانا ما اعرفش لحد امتى. مفيش يعني يا جماعه، مفيش حد في الناشئين البراعم يطلعوا حد من الناس اللي تحت؟ معقول قطاع كامل في الاهلي ما فيهوش حد او مدافعين كويسين او فيهم ريحه تميز يطلعوا يبقى يلعبوا في الفريق الاول؟ انا الصراحه ما اعرفش. طب فين قطاع الناشئين؟ ما مش عارف. لو هتقول الاحتراف مش عارفين يجيبوا حد محترف او من بره في المكان ده، خلاص طلع من الناشئين، علم الناشئين، طلعهم، يبقى في اي حلول. فانا الموضوع ده الصراحه مضايقني ومستفزني من زمان من زمان، من ايام وائل جمعه ما كان بيخلص او بيشطب كوره والمكان ده فيه مشكله. فبس الاهلي الصراحه عمل ريمونتادا كويسه بامانه. كريم نيدفيد عامل اداء رهيب. انا ما اعرفش هل هو ده نفس اللاعب اللي كان موجود مع ايام البدري ولا ده لاعب تاني. حاجه غريبه جدا، يعني التطور فيه رهيب. اللعيب يعني اثبت نفسه من جديد. فاتمنى الاهلي يكمل على المستوى ده ويزود النقاط اللي بيكسبها في كل المباريات عشان يقرب من الزمالك والدوري يشتعل من جديد. وانا اسف يا معالي المستشار، يعني انا بشجع الاهلي معروفه، يعني ماشي ممكن اشجع بيراميدز والاهلي بس الاهلي هو الاول. مصر يا دكتور، نسيت مصر. فبس انا دايما هخلي في المقاطع ان انا ابدا بالحاجات العالميه او اللي هي الاوروبيه، واخلي المحلي في الاخر عشان لو الحابب يتابع يكمل للاخر. فبس دي نهايه المقطع. قولوا لي في التعليقات رايكم عن المباريات، سواء الليفر او سواء نهائي السيتي او الاهلي حتى في الدوري. فبس ما تنساش تعمل لايك وفعل جرس التنبيهات هنا وفي التويتش عشان بعمل بث غالبا يعني يوم ويوم او كل يوم. واشوفكم في مقطع جديد، والسلام عليكم.